السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي الحلوين في كل مكان. أهلا بكم في أولى حلقات تعلم اللغة الإنجليزية. إن شاء الله هنبدأ مع بعض كورسات لتعلم اللغة الإنجليزية من ليفل 1 ومن أندر ذا زيرو، من تحت الصفر، من البداية. لو أنت ما تعرفش حاجة في اللغة الإنجليزية إن شاء الله هتوصل معنا في الكورس ده للاحتراف. تابع معنا حلقاتنا إن شاء الله أول بأول، وإحنا هنبدأ من البداية بأسلوب بسيط وأسلوب شيق إن شاء الله. تمام، وباذن الله هتحترف معانا اللغه الانجليزيه لدرجه ان انت هتحس نفسك ان انت مولود في انجلترا او مولود في امريكا ان شاء الله. تمام، هنبدا مع بعض اول حلقات وهنبدا من البدايه خالص، وتعالى نشوف. يلا بينا نبدا الحلقه. بص يا شباب، هنبدا اول حاجه كده مع بعض في تكوين الجمله الانجليزيه. لو جينا بصينا كده مع بعض تكوين الجمله الإنجليزية، بص زيها زي أي جملة في العالم. تمام، بسيطة جدا وسهلة وما فيهاش صعوبة خالص. هنبدأ كده مع بعض بأول جزء. عندنا حاجة اسمها الفاعل أو الاسم. تمام، الفاعل اللي هو بيقوم بالفعل، ثم بعد الفاعل طبعا بيتبعه فعل، الفعل اللي هو هيقوم بيه الفاعل. ثم بعد كده عندنا حاجة تاني اسمها أداة، ثم صفة، ثم عندنا ناون اللي هو الاسم. دي الجملة اللي احنا هنمشي عليها. تمام، هنمشي بالبداية واحدة واحدة وهنشرح كل واحدة على حدة. تمام، هنبدأ مع بعض كده. زي ما انت شايف الجملة بتاعتي باللغة الإنجليزية فاعل وفعل وأداة وصفة واسم. تمام، الفعل احنا ممكن نقول عليه ناون دلوقتي بعد شوية، يعني اسم يعني. تمام، لأن كده كده هو الشخص اللي بيقوم بالفعل. طب تعالى نبدأ مع بعض واحدة واحدة. أول حاجة هنتكلم على الفاعل ده. تمام، مين هو الفاعل؟ الفاعل بينقسم لقسمين. أول حاجة عندنا بنسميه الاسم. تمام، الاسم يعني إيه اسم عندي؟ يعني ناون. ناون يعني اسم بالإنجليزية. تمام، ناون يعني اسم. طيب الاسم بيقول لي في منه قسمين. في منه اسم خاص أو بنسميه اسم علم يعني، وفي حاجة تاني اسمها اسم عام. تمام، اسم خاص واسم عام. يعني ايه اسم خاص؟ يعني اسم خاص بشيء معين او بحد معين، يعني مفيش بيشترك مع حد تاني. زي مثلا لو انا قلت عندك علي. علي ده اسم شخص، اسم خاص، اسم حد معين. تمام، عندنا مثلا احمد، برضو اسم خاص. عندنا مثلا منى، ده اسم خاص. تمام، عندنا مثلا ذا نايل اللي هو النيل. تمام، اسم خاص. عندنا مثلا جيزة. تمام، اسم خاص محافظة الجيزة. عندنا مثلا كينا. تمام، اسم خاص بمحافظة ايه؟ قنا. ده الجزء الاولاني عندي فين؟ في الناون اللي هو الاسم الخاص، السبيشال ناون. تمام، الاسم الخاص زي علي، احمد، منى، زنايل، جيزة، كينا، بيراميدز، الاهرامات. تمام، دي حاجات بتبقى ايه؟ خاصة بالشخص نفسه. طب ايه عندي الاسم مثلا العام او بيسموه الكومن يعني الشائع او المنتشر؟ عندي زي مثلا كلمة بوي اللي هي معناها ولد، ده اسم عام. اي حد ممكن اسمه ولد، احمد، علي، محمود. تمام، طيب عندي مثلا جيرل اللي هي بنت، ده برضو اسم عام. تمام، عندي مثلا كلمة مان رجل. تمام، عندي كلمة مثلا مثلا women. تمام، اللي هي امرأة. تمام، او مرأة يعني بمعنى اصح. مثلا كلمة river عندي اللي هي نهر. تمام، برضه اسم عام يطلق على النايل، على المسيسيبي، على الانديز، اي نهر في العالم. يبقى الاسم العام عندي ده اسم بيشترك فيه اكتر من حد. ممكن اب مثلا زي father mother. تمام، sister اخت، brother اخ. دي اسمها اسماء عامة. تمام، كلمة place محطة. تمام، women man زي ما قلنا، boy girl، دي كلها اسماء عامة. اما الاسم الخاص ده بيكون خاص بالشخص نفسه زي علي واحمد ومنى، زنايل، جيزة، كينا، كايرو، الفيوم، أسوان، أي اسم خاص بشيء معين. طيب ده أول جزء عندي من مين؟ من الفاعل بتاع الجملة. طيب الجزء الثاني عندي من الفاعل
بسميه الضمير أو pronoun. تمام، الضمير. تمام، لأن الضمير قد يكون فاعل. ممكن أشيل علي وأنا أحط هو مثلا. تمام، أشيل منى وأحط هي، واخد بالك. تمام، أشيل زكاة القطة مثلا وأحط ات. تمام، أو هي وهو غير العاقل. طيب الضمائر عندي في اللغة الإنجليزية بيقول لي أنا عندي 7 ضمائر. 7 ضمائر في اللغة الإنجليزية. تعالوا نتعرف بيهم مع بعض كده بسرعة كده. أول ضمير عندي اسمه I. أنا. حرف واحد؟ حرف واحد بس أنا I بس، خلاص. تمام، أنا I. طيب you، أنت أو أنتي أو أنتم أو أنتن. يو ده ضمير كده يعني ليه يعني حاجة خاصة كده بنفس، ليه كلمة خاصة بيه، بنفسه حلو خالص، بيمشي معايا في 4 ضمائر زي ما أنت شايف. يو ممكن أقول أنت أو أنتي أو أنتم، صوتكم أنتم مثلا، أو أنتن. تمام، كجمع مؤنث أو جمع مذكر. طيب هنحكي عليه في وقت تاني إن شاء الله. طب I you عندي he هو he، يعني أشيل أحمد مثلا وأحط هي، أشيل مثلا علي وأحط هي، شيل فازر وأحط هي. تمام. طيب عندي بعد كده she هي he she I you he she. طيب عندي ضمير تاني اسمه it ده هو أو هي لغير العاقل. يعني مثلا القطة، برضه الدوج الكلب مثلا، لايون الأسد، الجراف الزرافة. حبيت أشيلها مثلا بحط مكانها إيه؟ it I you he she it. دول الضمائر بتوعي. طب في تاني؟ في تاني. دول 1 2 3 4 5. لسه معايا 2 تاني. عندي ضمير اسمه we بمعنى نحن. we الجمع من I أنا، we نحن، نحن I you he she it we. آخر ضمير عندي في ال7 اسمه they بمعنى هم. هم they I you he she it we they. تمام، دول ضمائر عندي. انا كده اتكلمت على مين؟ على الفاعل اللي هو بداية الجملة او الاسم بمعنى صح. قلنا الفاعل بينقسم لنوعين عندي، noun يعني اسم، تمام، وفي pronoun يعني ضمير. طيب ادي كلمة pronoun يعني عندي، تمام، برضو اللي هي معناها ايه؟ ضمير. يا ريت نحفظ الكلمات دي عشان مهمه جدا جدا، هتكرر معانا كتير جدا. تمام، ناون بروناون. الناون عندي او الاسم في عندي منه سبيشال يعني خاص، وفي منه كوميون يعني بمعنى ايه؟ عام. طيب او ممكن نقول بريبير ناون. عندي زي علي، احمد، منى، نايل، جيزه، كنا الى اخره. تمام، الاسم العام عندي زي بوي، جيرل، مان، رجل، ومن، امراه، ريفر، نهر، سكول، مدرسه، تمام الى اخره. اما الضمائر عندي، تمام، الجزء الثاني من الفاعل. الضمائر عندي قلنا عندنا البروناون اللي هي الضمائر، 7 ضمائر عندي. I أنا، you أنت، he هو، she هي، it هو أو هي الغير العاقل، we بمعنى نحن، ثم they بمعنى هم. طيب تاني حاجة هنتكلم عليها يا شباب عندنا هي الارتيكل، الأدوات. طب واحد يقول لي طب ليه مش هنتكلم على الفعل؟ لا، الفعل ده هنستنى عليه شوية عشان ليه قصة طويلة شوية معانا مع بعض. تمام، احنا كده اتكلمنا على الفاعل، دلوقتي هنتكلم على الارتيكل اللي هي ايه؟ الأدوات. ارتيكل، تمام، دي تمام، يعني الأدوات. الأدوات عندنا زيها زي أي لغة في العالم. عندنا أدوات نكرة، وفي عندنا أدوات معرفة. أدوات نكرة وفي أدوات إيه؟ معرفة. تعال نشوف الأدوات النكرة الأول. أول حاجة أدوات النكرة. تمام، أدوات النكرة عندي أو indefinite article. يعني بص كده عندي أداتين نكرة، بص معايا كده أهو. أداة عندي اسمها
وأداة تاني اسمها أن. وأن. وأن. حرف حرف الإيه عادي خالص، وأن حرفين. تمام. طيب يا ترى مين بنستخدم دي ومين بنستخدم دي؟ بص يا سيدي، الأولانية دي بنستخدمها مع الأسماء اللي مبدوءة بحرف إيه ساكن، بحرف ساكن. طيب التانية عندي بيقول لي مع الأسماء المبدوءة بحرف متحرك، المبدوء بحرف ايه متحرك. بص كده معايا، احنا قلنا عندي ان بتيجي مع الاسماء المبدوءة بحروف ايه متحركة، عندي بتيجي مع الاسماء المبدوءة بحرف ايه ساكن. طب يا ترى هي ايه الحروف المتحركة؟ تعال نشوفهم مع بعض كده، بنرسمهم بشكل جميل. عندي حرف الاي وحرف الاي وحرف الاي، عندي هما 5 حروف، وحرف اليو والاو كده بيدينا عامل زي فيس حلو كده، شكله جميل خالص كده، شكل وجه جميل جدا. تمام. 5 حروف عندي الاي 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 واليو، وعندي حرف الاو. اي كلمه مبدوءه بحرف من ال5 دول تمام بنعتبرها كلمه مبدوءه بحرف متحرك، فبتاخد الاداه ان عظم. تمام. اما لو اي حرف تاني من باقي الحروف اللي هي الحروف التانية اللي باقي الحروف بنعتبرها حروف ساكنه، تمام، دي بتاخد عندي مين؟ بتاخد عندي الاداه زي مثلا لو انا قلت كلمه مثلا كار، فكر كده معايا، كار سياره، كار هتاخد ايه يا ترى؟ مبدوء بحرف ساكن ومتحرك ساكن، يبقى تاخد مين؟ تمام برافو. او اكار تمام اكار. مثلا كلمه بوي ولد، تمام، مبدوء بحرف ساكن ولا متحرك؟ ساكن طبعا، يبقى اكيد هتاخد عندك ايه حرف تمام، يبقى ابوي. مثلا كات زي ما احنا سامعين صوتها كده، كات هي مين؟ قطه، هتاخد ايه برضو حرف الايه. تمام، يبقى عندي اكات. طب ناخد مثال تاني، مثلا لو انا قلت مثلا ابل هي تفاحة، ابل. تمام. ابل مبدوء حرف متحرك، يا مستر مبدوء حرف متحرك، يبقى اكيد هتاخد مين؟ هتاخد ان، يبقى ان ابل تفاحة، ان ابل. طب كلمة تاني مثلا اورانج برتقالة، تمام، اورانج. تمام، مبدوء حرف متحرك، مبدوء حرف متحرك اللي هو الاو، اهو عندي الاو الدايره ده، يبقى تاخد برضو مين؟ يبقى ان اورانج تفاح. تمام. طيب هو انا ممكن مثلا طب هي ايه لازمه الاداه النكره؟ اداه النكره بتبين لي العدد بتاعها، تمام، بتقول لي ان ده واحد مثلا، واخد بالك؟ هو انا ممكن استبدل اداه النكره مثلا بعدد، ممكن استبدل، يعني انا ممكن اقول ايه one cat قطه، بس ما اعرفش قطه ايه، يعني انهي قطه بالظبط، لا ما اعرفش مين، لان اداه النكره مش بتحدد لي مين بالظبط، هي بتبين لي العدد فقط، لكن مش بتبين لي النوع، مثلا انهي قطه، مثلا هل هي مذكر ولا مؤنث، لا طبعا بتبين لي انهي مثلا القطه دي، لا ما بقولش القطه دي، انا بقول قطه بشكل عام مثلا، او ولد بشكل عام، او سياره، اي سياره ما اعرفش سياره، بتبين لي العدد بتاعي اذا كان مثلا جمع ولا مفرد، دي اداه النكره. اوكي، لكن هي مش بتفيدني في تحديد نوع مثلا، او مش بتفيدني في مين بالظبط الشخص اللي نقصده، واخد بالك؟ مثلا افاذر اب، تمام، اماذر ام، ما اعرفش بس انهي ام بالظبط، ما اعرفش مين. تمام. طب ده عندي مين؟ اداه النكره. يبقى اداه النكره عندي بتفيد في تحديد العدد فقط لا غير، يعني مثلا العدد ده مثلا واحد، تمام، اوكي، ان هو واحد من الشيء ده. طيب ممكن اداه النكره على فكره احنا بنتعامل زي ما قلنا من شويه، قلنا الاسماء المبدوءه بحروف متحركه. طب تعال نحدد شويه، يعني بلاش نقول حروف متحركة، ايه رأيك نسميها الأصوات المتحركة، أصوات متحركة، تمام، لأن هي أصلا مفيش حاجة اسمها حروف متحركة، في حاجة اسمها أصوات، تمام، الصوت، نبرة الصوت عندي. زي مثلا لو أنا قلت مثلا أمبريلا، مثلا لو أنا جيت قلت كده عندي أمبريلا اللي هي عندي إيه؟ شمسية، برضه ما فيهاش تمام، امبريلا شمسيه، طبعا دي يا مستر هتاخد ولا دي مبدوء حرف متحرك، على طول هديها مين؟ ان. تمام، بصي كده، ان امبريلا يعني شمسيه، تمام. طيب في عندي يونيفرسيتي مثلا جامعه،
واخد بالك؟ لو انا قلت كده اهو university، تمام، اللي هي جامعة. اوكي، جامعة دي مبدوء حرف متحرك على طول، حضرتك هتروح تاخد ايه؟ اقول لك لا، ما تاخدش ان. تمام يا عم، مبدوء حرف متحرك اهي، ما انا قلت لك احنا بنتعامل مع اصوات مش حروف متحركه. يونيفرستي هتاخد يونيفرستي، يونيفرستي. الحوار ده هنتكلم عليه فيما بعد بالتفصيل بالظبط. تمام، لان مش كل الاسماء عندي هنا مبدوء متحرك يبقى ايه خلاص هديها تمام، لا في هتاخد دي بعض الشواذ يعني، ما تشغلش بالك، احنا لسه بس في البدايات بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. لما هنتعمق لجوه اكتر هتفهم القصه دي، ماشي؟ بس يعني للايضاح انت حط في دماغك بس ان اي كلمه او اي اسم مبدوء متحرك خلاص اديله تمام. اي اسم مبدوء ساكن اديله ايه؟ فقط. يبقى ان ان عندي للمتحرك عندي ايه؟ للساكن. طيب تعالى بس نشوف الجزئية التانية مع بعضينا، اللي هي تاني أدوات عندي، اللي هي أدوات المعرفة. يلا بينا نكمل بعد ما نمسح السبورة. نكمل مع بعض دلوقتي شباب رقم 2 عندنا، وهي أدوات المعرفة. أدوات المعرفة في الإنجليزي سهلة خالص وبسيطة جدا جدا، واحدة محترمة كده، هي أداة واحدة اسمها ذا اهي، يعني تمام. ذا عندي أداة واحدة بتمشي مع المفرد والجمع، وبتمشي مع كل حاجة، مع المذكر والمؤنث. تمام، أداة محترمة كده شيك خالص. تمام، بتستخدم هنا، بيقول لي تستخدم اهي، بص كده، تستخدم في تحديد الأشياء. تحديد الأشياء، بتقول لي ده هو ده، يعني شيء محدد بمعنى أصح. تمام، أشياء كمان ايه؟ معروفة ومحددة، يعني بيحددها. مين زيادات النكره؟ النكره بتتكلم بشكل عام، مثلا زي ما قلنا ابوي ولد وخلاص، مثلا اكات قطه وخلاص. لكن لا، انا عندي ذا هنا بتتكلم على شيء معين، شيء خاص، شيء محدد بمعنى اصح. وكمان ست محترمه زي ما قلت لك، بص هنا بيقولوا تستخدم للمفرد والجمع. تمام، بتستخدم للمفرد والجمع والمؤنث والمذكر، بتشتغل مع اي حد طالما هو محدد. زي مثلا لو انا قلت زمان، مان الرجل، حددت كده اهو رجل معين. تمام، مثلا لو قلت لك ذكر السيارة، تمام، انا بحدد سيارة معينة، مثلا ذا ريد كار، السيارة الحمراء وكده، واخد بالك؟ مثلا لو انا قلت مثلا ذا نايل، النيل اهو، ممكن اقولها بطريقة تانية، ممكن look، انظر this is the car، this is the car، هذه السيارة، أنا شاورت على حاجة معينة، بص حددت أهو this is the car، شاورت على شيء معين. look، انظر هذه السيارة. طيب أنا كده حددت حاجة معينة، عكس زي ما قلت لك، عكس أداة النكرة. أداة النكرة بتتكلم بشكل إيه؟ بشكل عام، أما عندي ذا بتتكلم بشكل محدد. ممكن أقول مثلا the pen، القلم. تمام، the pen، القلم. the home، البيت أو الوطن الكبير، البيت الكبير. عندنا هاوس اللي هو المنزل، وذا هوم برضو الوطن أو البيت إيه؟ الكبير. طيب دي عندي أداة المعرفة ذا. يبقى احنا اتكلمنا على جزء من الكلام. عندي الفاعل قلنا عليه اسم، وعندي ضمير ناون وبروناون، واتكلمنا على الأدوات اللي هي أداة النكرة وأدوات إيه؟ المعرفة. أداة النكرة عندي قلت تمام أهو، نشوف كده مكان صغير، عندنا وأن، دول قلت عليهم إيه؟ نكرة. وعندنا ذا اللي هي أداة إيه؟ المعرفة. تمام، ببساطة خالص كده ملخص الحصة بتاعتنا، يعني حاجة بسيطة كده. تمام، أول حصة مع بعض إن شاء الله. تمام، يا رب تكونوا استمتعتوا كده وفهمتوا الدنيا ماشية إزاي، حاجات بسيطة خالص خالص خالص، وإن شاء الله هنمشي بنفس المستوى لغاية ما نوصل لاحتراف اللغة الإنجليزية. ما تنساش اللايك والسبسكرايب بتاعتك ومشاركة عشان الكل يستفيد. أتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا من الحلقة، يا رب نكمل مع بعض على خير إن شاء الله. تمام، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.